شايفين بقى التحفة والجمال ده؟ تعالوا بقى النهاردة كده هنعمل مع بعض دبابيس الرومي بطريقة المندي. ما شاء الله هتفصل اللحم من العظم بكل سهولة، وطعمها تحفة وسهلة جدا ومش محتاجة لا بصل ولا طماطم ولا اي حوارات خالص. بصوا الجمال، خطيرة. يلا مع بعض بسم الله. اول حاجه هنبدا بيها البهارات: راس توم كبيره، علبه زبادي، معلقه كبيره كركم، اهم حاجه الكركم، معلقه بابريكا، ورشه من الفلفل الاسمر. الكركم مهم جدا. كزبره، كمون، توابل فراخ او بهارات فراخ، معلقه توم وبصل باودر مع بعض، معلقتين كبار من الخل او ربع فنجان صغير من الخل، ليمونتين معصورين هناخد العصير بتاعهم، معلقة صغيرة من الزعتر، ملح، وبس كده خلاص. وهنضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا، لا بصل بقى ولا طماطم ولا اي حوارات خالص، الطعم مميز ومختلف. هنجيب بقى الدبابيس بتاعتنا اهي ونبدأ نتبل التتبيلة بتاعتنا، ونحاول ان احنا نشبع الدبابيس من كل ناحية. دي دبابيس الأجنحة كمان، مش دبابيس الأفخدة. هنتبلها حلو جدا، وبعد كده هنبدأ نجيب الكيس الحراري بتاعنا. طبعا هتتبل من ناحيتين، ده الكيس الحراري اللي بيدخل الفرن. ونبدأ نحط بقى الدبابيس بتاعتنا جوه الكيس ونقلبهم كده جوه الكيس حلو جدا، وبعدين ندخلهم بقى التلاجة ليلة كاملة، 4-5 ساعات على الأقل خالص. تمام. وبعد كده هنطلعها من التلاجة، نحطها في الصينية وندخلها الفرن زي ما هي، ولا نخرم الكيس ولا اي حاجة. هتلاقوا الكيس اتنفخ معاكم في الفرن، مش مشكلة، بيبقى عامل زي الحلة البريستو، يعني بيسرع وقت التسوية بتاعتها بدون ما نخرم الكيس، لان لو نخرم الكيس بنطلع منها البخار. وطلعوها بقى وقدموها مع الرز مع مكرونة براحتكم. بصوا التحفة، تحفة 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 بجد، خطيرة جدا، طعمها حلو جدا وسهلة جدا، ما بتاخدش اي وقت منك تماما. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ونورتوني. باي باي.